انا جاي اتكلم في مشكله اناشد فيها الشباب، لان بجد الموضوع فعلا مضايقني. الرجاله، ويا ريت يكتبوا الرجاله رايهم في الكومنت، لان البنت اللي هحكي مشكلتها دي عندي على التيك توك وعندي على قناه اليوتيوب اللي هي مروه ميرو. لان بجد هي مضايقاني البنت، انا متضايقه علشانها وده مزعلني. البنت، انا بعتذر اول حاجه على الاصوات اللي بسمعها حواليا لان انا في النادي. البنت بتقولي انا في الجامعه شفت ولد اكبر مني في الدفعه بتاعتي، يعني مش نفس الفرقه بتاعتها. تقولي بقيت بشوفه راجل جنتلمان شيك وسيم جذاب. قالت لي فبقيت عماله اقول ايه لو في واحد زي ده يقع في سكتي، ده انا امسك فيه بايدي واسناني يعني مش عارفه. بقيت تتابعه، فبقت ايه، بقى في اعجاب حلو. طب بعدين قالت لي هي تقريبا باب السما كان مفتوح فجي كلمها. المهم ايه، بدا يكلمنا على الواتساب، بقى متابعني على الفيسبوك، بقى يقول لي ده شكلك حلو، بقى دي بدايه اعجابات. يهتم بيها، يسمع يلاقيها في مشكله، يلاقيها ما جاتش بدري، يتصل يطمن. فطبيعي الحاجات دي كلها البنت لما تلاقي واحد مهتم بيها بتتشد له وبتنجذب له. طيب تمام. وبعدين قالت لي جينا قعدنا حوالي كده شهرين، بعد كده قال لي انا بحبك. قال لها ونفسي اتجوزك. قلت لها حلو، ده داخل البيت من بابه. قالت لي مروه اسمعي، انا حالتي النفسيه تعبانه وبقيت باخد مهدئات عشان انام من كتر التفكير، فطبعا ده ما ينفعش. ففهمت في كارثه. جت تقول لي ايه بقى، تقول لي انا بشتغل عشان انا والدي متوفي. فبتقول لي هو بقى كل حياتي، انا حتى قلت له انت عوضتني عن والدي، عوضت لي، اديتني الامان وكل حاجه. يعني انتوا عارفين بقى الكلام الكتير ده، مش عايزه اطول عليكم. تقول لي فرجع من الشغل مره وقابلته، كان معاه العربيه بتاعته، فراكبه جنبه تقول لي فغصب عني عيني قفلت نمت. تقول لي لقيته ايه يحسس على وشها. لقيته ايه ده في ايه، هي قامت اتنفضت. قال لها انت حلوه قوي من قريب. وبدا ان هو ايه هي يتطول سنه، فهي وقفته. قلت له لا ما ينفعش وكده، لما نتجوز. قال لا ما انا هتجوزك. قالت له لا لما نتجوز تيجي تتقدم في البيت ويبقى دبلتك من اليمين تتنقل للشمال. لا، ده اليمين وده الشمال. لما دبلتك تبقى في اليمين تتنقل للشمال ابقى معاك. طبعا هو زعل وروحه. فطبعا هي عشان بتحبه اتصلت تصالحه، وانت زعلت مني ومش عارفه ايه. بيقول انت لو بتحبيني كنت تنازلت شويه. قالت له لا قول لاهلك. قال لها خلاص انا هقول لاهلي. عدى يوم 2 3 كلمته انت قلت لاهلك؟ قال لها اهلي رافضين وانا هحاول معاهم تاني وتالت، انا مش هسيبك، انت حبيبتي، انت روحي، انت قلبي، انا ما اقدرش ابعد عنك. جم خرجوا تاني، كانت في خروجه تانيه. بدا يبقى يحط ايده على كتفها، يعدل لها الطرحه. تقول لي انا، قالت لي انا بحبه فغصب عني بيبقى في مشاعر من جوايا. انا معاكي، اي واحده في الدنيا، مش هقول لك يا جبله، اقول لك يا بدله، اي واحده ليها مشاعر ومش عيب. انا بقدر المواضيع دي جدا، انها بني ادمه، هي من لحم ودم زي الراجل. فجت بعد كده ايه، بتقولي لقيته ابتدى يحاول ان هو يبوسها. تقولي طبعا انا زقيته. قالت لي مع ان انا كان يعني انا بحبه. قالت لي بس ما ينفعش. قالت لي اخلاقي وطريقتي واسلوبي وحياتي ما ينفعش اعمل كده، حرام، حرام جدا. فقلت لها طيب وبعدين؟ قالت لي طبعا زقيته واتخانقت معاه وروحته، وهو قلب عليا وقلبه كبيره وقعد كلمته برضه تصلح. قال لها لا انت ما بتحبنيش، انا بحاول، انا متخانق مع اهلي علشانك، انت مش عايزه تتنازلي، انت لو تنازلتي يبقى انت بتدلي ان انت بتحبيني وبتعشقيني، بس انت مش بتحبيني عشان ما تنازلتيش. طب معلش يعني بوسه في حضن في حاجه تانية. قلت لها انت عملتي؟ قالت لي لا انا ما وافقتش طبعا. قالت لي بس انا حسيت. قالت لي هو كل اللي عليه ان انا اهلي مش عايزين، اهله مش عايزيني. فقلت طب اعمل ايه، طب هو هيبعد عني، طب اعمل ايه، طب اتنازل عشان باين ان هو ان انا بحبه. عشان هي ابتدت البنت تقتنع بكلامه، ابتدى يلعب على حالتها النفسيه، وتفهم ان ابتدت تقتنع ان هو شايفه انها مش بتحبه. فلا انا عايزه البنت طب اتنازل علشانه. قلت لها لا ما تتنازليش معلش يعني، هو مين في مصر عشان تتنازلي علشانه وبحاجه تغضب ربنا؟ قلت لها لا. قالت لي طب ما هم بيقول لي
انت ما بتحبنيش وانا بحبه وعايزه منه. قلت لها لا مش بالطريقه دي، بالعكس قلت لها هو اللي مش بيحبك. قلت لها هو لو بيحبك كان حافظ عليكي حتى من نفسه، حافظ عليكي يحمي نفسه. يعني هو بيحبك وعايز الموضوع ده، انا اقول لك اه، بس لو عرف يحمي نفسه يبقى هو بيحبك. اما هو ما بيحبكيش، ما عرفش ولا يحميكي ولا يحمي نفسه من غرايزه اللي جواه، ما يقدرش يتحكم. اما هو لو بيحبك كان هيحميكي وهيحمي نفسه ان هم ما يعملوش حاجه غلط، وان تبقى في ايه لحد ما تتجوزوا. قلت لها ولعلمك المواضيع دي لما بتحصل تبقى بدايه النهايه. معلش يا جماعه، في ناس ساعات بتعمل كده بيتجوزوا في الاخر، بس دي نسبه قليله، وبرده ده حرام، ربنا برده بيعاقب عليه. انت لو بتحبها كنت هتحافظ عليها، انت ما حافظتش عليها. ده كل اللي عملته ان انت سببت لها شرخ في حالتها النفسيه وفي ثقتها في نفسها. لما تفهمها ان انت بارده ما عندكيش مشاعر زي بقيه البنات، لا هي عندها مشاعر بس عندها اخلاق، عندها كرامه. انما انت ولا بتحبها ولا بتخاف عليها، انت كل اللي عاجبك فيها شكلها وجسمها. مسافه ما هتاخد مزاجك الموضوع كله انتهى، وهتبدا تتقل عليها. دلوقتي عشان هي ثبتت على قرارها انت بعدت، فربنا مش هيعدلك على خير انك تكسر قلب واحده. الشباب دلوقتي بقت بتلعب على الحاله النفسيه للولاد، سوري، للبنات، يهزوا ثقتهم في نفسهم. فلما هز ثقتها في نفسها تبدا تنفذ اللي انا عايزه، واخد اللي انا عايزه واقول لها باي باي السلام عليكم انا ماشي وسايبك. ده انت دمرتها. فنصيحه مني ليكي يا بنتي، هو ولا بيحبك ولا عايزك، مفيش اكتر من جسم، سوري في اللفظ، زي الكلب معجب بالجسم، فهو زي الكلب اول ما ياخد غرضه هيمشي. وانت بني ادمه وهو كلب، فما ينفعش اصلا، ما بيجتمعوش مع بعض. وانت سبحان الله ربنا بيحبك، اولا انه وقعك في طريقك وشفتي الفيديو بتاعي، فيديوهاتي. ثانيا قوي ايمانك اكتر واكتر، وادعي دايما دعوه لربنا. انا بدعيها يا رب احميني من اي خطأ اقع فيه. انا عايزه لما اقابل وجهك الكريم ابقى معليش اي ذنوب من الذنوب الجامده اللي هي الفحشاء زي ما بيقولوا. انت اهلك يا بنتي مربيينك والعيب مش فيكي. اوعي تهزي ثقتك في نفسك عشان راجل، بالعكس هو المفروض اللي يخلي عندك ثقه في نفسك، مش يهز ثقتك. اوعي في واحد في يوم يقول لك اصل انت جبله ما بتحبنيش، وتنازلي يقول لا انا ما بحبكش، بس عندي ربنا واحترامي لنفسي اهم من اي حد، واللي بيحبك هيجي لك يخبط على الباب. يا ريت بقى الشباب بقى يكتبوا لي كده في الكومنتات، يقولوا لي نتعامل مع النوعيه دي ازاي، لان هم فعلا بعدوا عن الدين. قربوا يا جماعه من ربنا. والاهالي بتاعت الرجاله والستات ما تصعبوش موضوع الجواز، مشوا الدنيا عشان الجواز يمشي، لان الغلطات هي اللي بقت اكتر، انما الحلال بقى قليل. وانت يا بنتي اوعي تهزي ثقتك في نفسك، انت زي الفل وقمر زي ما شفت صورتك، انت زي القمر وزي الفل، واهلك عرفوا يربوكي، وربنا هيجازيكي خير على اللي انت رفضتي تعملي الغلط. انما هو يعني ربنا هيعاقبه على اللي عمله، وهتقابلي واحد احسن. وهتسمعي نصايح ان شاء الله الشباب لما يشوفوها ان شاء الله باذن الله يكتبوا الكومنتات، واتمنى وهتتاكدي ان انت زي الفل. ما في علاج فيه، هو ان اهله ما عرفوش يربوه، وزي ما كان هيكسر بنات الناس هيجي في حد في اهله، في حد هو بيحبه عشان يكسر. وانت زي الفل واهلك عرفوا يربوكي، واوعي تهزي ثقتك نفسك عشان راجل. اللي بيحبك هيخبط على الباب او هيحافظ عليكي من نفسه لحد ما تبقوا في بيت واحد.